السلام. اخوان كاملين متفقين معايا باللي حب الام شي حاجه كبيره في الدنيا اكثر حتى من ديال الاب. يعني الام شي حاجه مقدسه عند اي واحد. كما يقول واحد المثال: بغيتي تعرف بحق الوالدين سقسي عليهم اليتيم. ولكن اللي غادي نعاود لكم في هذه القصه ما فيه والو من هادشي اللي قلناه كامل، حيت الضحيه هي الام والمتهمه هي بنتها. شنو هي الاسباب اللي خلاتها تجرد من داك الحب ديال الام ديالها؟ واش كاينه شي بنت كتنسى الحنان ديال الام؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في هذه القصه. واخا انا متاكد بلي بزاف فيكم غادي يتفق مع هادشي اللي دارت البنت، وكاين اللي غادي يقول كيما كان الحال اللي كتبقى ام ديالها وتعذبات عليها 9 شهور ما كانش خاصها دير هادشي اللي دارت لها. المهم نبداو القصه ديالنا. في سنه 2015 في امريكا، وبالضبط في ولايه ميزوري، جيسي تحل الباب ديال دارهم بشويه باش ما يسمع حتى واحد، وغتدخل صاحبها نيكولاس غوتشون، وغادي تشير ليه البيت فين نعسه الام ديالها، وغادي تمشي تخبى في الدوش. نيكولاس غيدخل عند الام وغادي يطعنها 17 طعنه في دارها، وملي يتاكد من اللي ماتت غادي يخرج ويخرج مع جيسي وغادي يهرب. وقت المحاكمه سولوها الفكره ديال من باش تقتلي الام ديالك، جاوبت بلا تردد باللي الفكره ديالها. من بعد يسولوها شنو السبب اللي خلاها دير هادشي اللي دارت، غتقول لهم بغيت نتحرر من السيطره ديالها عليا. وهنا غادي ندخلوا في واحد الزاويه اخرى من القصه. كلودين ديدي، الام الحنونه والمراه الامريكيه المكافحه اللي كانت كتكافح مع بنتها اللي كانت جالسه على كرسي متحرك باش كتصور معها في ندوات وكتعاود على القصه ديالها، كيفاش كافحات مع بنتها حتى تغلبوا على مرض السرطان اللي في بنتها. ويعافينا ويعافيكم. سنين طويله والام عايشه مع المرض ديال بنتها، من شلل الرعاش ومشاكل في السمع ومشاكل في الرؤى. الحاله ديال بنتها كانت كتدهور عام ورا عام حتى وصلت لمرض السرطان كما قلنا، لدرجه بنتها وصلت لواحد المرحله اللي ولات كتاخذ الماكله ديالها بانبوب المعده. ولكن الصدمه في هادشي كامل هو هادشي اللي عاودت لكم كله غير كذوب، هادشي كله غير من اختراع الام. جيسي تولدات وعاشت على داكشي اللي علماتو لها امها، كانت كتقول لها بلي انت مريضه وكتفهمها بلي هي ماشي بحال الناس العاديين وبلي عندها مشاكل صحيه. ولكن البنت ملي كبرات وعرفت داكشي كله كذوب، بلي قادره توقف وقادره تمشي على رجليها بشكل طبيعي، ما كانتش كتحس بلي عندها شي مرض. ولكن الام ديالها كانت كضرب الى حصلاتها واقفه شي على رجليها. كما سمعتوا الخوت، البنت عمرها ما كانت مريضه، الام هي اللي كانت مريضه، وبقات تعذب في بنتها سنين طويله غير باش تستغل تعاطف الناس ويعاونوها ماديا. هادشي كله كان ديرها غير على قبل الفلوس. ملي كانت صغيره وهي كتعطيها في الدوايات ومسكنات عضليه باش ما تقدرش تتحرك بشكل طبيعي، هادشي كان كيأذي صحتها بزاف لدرجه سنانها طاحوا وهي في سن صغير. واخا هكاك ما حناتش في بنتها وما حرك فيها والو. ماشي غير هنا وحبسات، وصل بها الحال دير لبنتها عمليات بزاف واخا هي ما محتاجاهمش، وزورات شدد الميلاد ديال بنتها باش تبقى ديما قاصر تحت الرعايه ديالها. بعد ما وقعت الجريمه جيسي حست باللي تحررت من داك الخوف اللي كانت ديرها عليها الام ديالها، وعاودت على الجحيم اللي كانت عايشه. ومن الحاجات اللي عاودت باللي ما خداتها عند اكثر من 100 طبيب، ولا كان شي طبيب قال لها شي حاجه ما عجباتهاش كتبدلو كتاخدها عند طبيب اخر. وقالت باللي عمرها فكرت تنوض من الكرسي المتحرك حيت كانت كتخاف منها بزاف. وقالت باللي كانت كتقطع لها شعرها وكتقول لها باللي شعرها مع الوقت غيطيح بسبب الادويه ديال السرطان. ولكن شكون هو نيكولاس غوتشو اللي قتل الام ديالها؟ واش من علاقه عنده من هادشي كامل؟ بعد ما كبرت جيسي واكتشفت باللي هي ماشي مريضه وقادره تعيش بحال كاع الناس، باللي ما كتبع على العالم ودير هادشي غير على قبل الفلوس، قررت باش تهرب، والحل كان هو الانترنت. هنا فين غادي تتعرف على واحد الشاب سميتو نيكولاس غوتشو.
واللي حتى هو أصدق مريض وعنده اضطراب عقلي. جيسي غادي تعاود ليه كلشي وغادي تقنعو باش يساعدها ويقتل الأم ديالها باش تهرب، وداكشي اللي طلبت منه هو اللي دار. جيسي بقاو داك الضغط اللي كانت دايره على الأم ديالها من بعد الجريمة. ملي غادي يهربوا من الدار غادي تلاقوا واحد البوست في الصفحة ديالها على الفيسبوك كتقول فيه باللي الصوت ديال الأم ديالها وهي كتموت كان عالي بزاف، وكتحس باللي انتقمات وارتاحت من داك الجحيم اللي كانت عايشه. من بعد داك البوست البوليس يمشيو للدار وغادي يلقاو الأم مقتولة. ملي سولو جيسي علاش ما جيتيش للبوليس عاود ما تقتلي الأم ديالك كون عاودتي لينا وحنا غنساعدوك، قلت لهم انا كنت متاكده ما كنتوش غادي تيقوني وحتى واحد ما كان غادي يقتنع بهضرتي، حيت هما كانوا عندها وثائق رسميه وقانونيه كتثبت باللي انا غير مؤهله وماشي في كامل قواي العقليه. هادشي علاش ما كاينش اللي غادي يديها في هضرتي ولا يتيقها. في اخر المطاف غادي يعتقلوها هي ونيكولاس وغادي يعترفوا بالجريمه. نيكولاس غادي يتحكم بالمؤبد وهي غادي تتحكم ب15 عام ديال الحبس، تهمه القتل بدرجه ثانيه. هاد القصة اللي غادي تتحول من بعد المسلسل السمية ديالو دي اكت، دار في سنة 2019، كتكون من 8 ديال الحلقات اللي غادي تلعب دور الضحية اللي هي الأم الممثلة باتريسيا تشيفاني، واللي غادي تلعب دور ديال البنت ديالها الممثلة الشابة جوي لاين، وغيعرف نجاح كبير حيت مبني على قصة حقيقية. حتى لنا نكونوا سالينا القصة ديالنا. نتمنى نتوما تعطونا الرأي ديالكم، واش هادشي اللي دارت البنت هو اللي كان خصها ديرو ولا كان عندها شي حل اخر. المهم نتمنى تقولوا الرأي ديالكم تحت في الكومونتير. السلام عليكم.